ان شاء الله منتخب مصر هيكون على يمين حضراتكم مع مطلع الشوط الاول، والمنتخب الكاميروني هيكون على يسار الشاشه. عرضيه بالنسبه للمنتخب المصري، مصر الان افضل، ابو تريكه الان احسن، سيد معوض هو الجناح الطائر للمنتخب المصري. يلا يا سيد، تسديده ولكن على طول في الكميني. هو ده الكلام بالنسبه لتاريخ الكره المصريه عن طريق سيد معوض. على طول جيريمي نيكون، جيريمي الظهير ايمن مفتاح لعبه مهم جدا للكاميرون، يضغط على طول يعدل لحسني عبد ربه. هنا لازم يضغط سيد معوض، عرضيه خطيره جدا الحضري، يا ولد يطلع الحضري كويس ويضغط المنتخب الكاميروني ويستخلص حسن البديل اللاعب اوجستين بينيا اللي نزل قدر يوقف هجمات منتخب مصر خطيره. هوبا هوبا عمده عماد، خلي بقى يا شيخه بقى، مش ممكن عماد بيتعب، فرصه العمر والله في العمر، فرصة العمر يا عمدة. يلا يا راجل بقى، 74 مليون منتظرينك يا عمدة. احمد حسن يلعب الكرة على طول تاني، زيدان بعيد قوي. زيدان حضراتكم عماد، ادي زيدان، سرعة زيدان، زيدان وسونج. قوم يا زيدان، زيدان وسونج، هيا ابو تريكة. ابو تريكة زيدان يا زيدان يا عالمي. شكرا يا سونج. منتخب مصر لاعب المنتخب الكاميروني بطريقة البينج بونج، بطريقة الكونتر اتاك. ابو تريكة ابو زيد الهلالي الزناتي خليفة، هو قارئ النهضة وهو استاذ النهضة الكروية وهو احد نجوم مارتشيلو ليبي العرب المدرب حسن شحاتة، وابن مصري. وزيدان الله عليه، زيدان هو 80% من الهدف. شوف اصرار زيزو، شوف تبديل ابو علي، شوف عرضيه ابو كريم. يا عيني على الكلام وتلع، يا عيني عليك يا ابو تريكه، يا اللي الدنيا ما جابتش حلوان للكره المصريه زي روعتك وجمالك وادائك. بص يا احلاها للقاء ما اجمله في روعه ما افضلها. شيل يا وائل، ريحني يا كوتشا. مصر تكتب تاريخ. اسجد يا ابو تريكه. بص الكوره والحلاوه، بص ابو تريكه صاحب الشقاوه، بص امير قلوب الشباب. تقول ايه ولا ايه؟ فرحه جميله. الطائرات المصريه ان شاء الله هترجع بفرحه. وادي السجده الجميله، لحظات معبره. المنتخب المصري منتخب الساجدين. تمشي الكرة انطلاق المحمدي على القائم الثاني الراسية من الدفاع، يضغط منتخب مصر، تمشي يبدا حسن. طقس حار جدا اكثر من 30 درجة الليلة رغم نلعبوا 8:30 بتوقيت انغولا، والرطوبة عالية جدا ما يعلمها كان الله. تمشي الكرة من زيدان خطيرة وفرصة. سيد معوض يوزع كرة حليش، ترجع الكرة من ماجيك والكرة عن طريق يبدا الكرة المصرية. حسني عبد ربه ممتازه، ما فيش تسلل. زيدان يعطي كره المتعب يسدد، مش ممكن. الشوشي على بعد امتار. الاعلام المصري هنا ارتفع بلحظه وقفز. الانذار على حليش، وهذا الانذار كان ممكن تفاديه. بينما يخطأ حليش، يمشي العمده، يدخل متعب، خطير جدا متعب، وضربة جزاء لمصر، ضربة جزاء للمنتخب المصري، ركلة جزاء للفراعنة. الكرة بين الشوشي ومن يتقدم يدخل، والكرة امامكم. حذر اوراقك يا شريف يا كابتن جمال، الكرة امامكم، ركبة في ركبة، راجل مع راجل. انذار لحليش، انذار ثاني لحليش وبطاقة حمراء بكثير من التأخير. بالأهلي بدبي يقولون سيكون في الأهلي القاهري، يتقدم يسدد ويسجل الجول. 1-0 لمنتخب مصر، 1-0 للفريق المصري. أي هدوء يا ولد، أي كورة يا نجم. زول الأنغولي مشى حسني، خبرة كبيرة، لم يهتز، لم يخف من السيناريو. يتدخل مرة أخرى الحكم كوفي كوتشا مع الكرتون، يطلق حكم البنين كوفي كوتشا بونافنتور. تفاصيل شوط، حكاية شوط، رواية شوط. هو أيضا بوقرة وعنتر يحيى وسط الميدان. مصر للثاني بالمرتدة، ممكن جدا. زيدان خلص. الله يا زيزو 2-0 للمنتخب المصري. انقلبت الاصوات هنا في بنجالا. في امر كانت الطول تقصر والطول تسول وتجول، وفي جولة من الجولات، في صولة من الصولات، جاب الثالث الجابولاني. تختار المصريين لثاني مرة، هدف متاع لاعب كبير غير عادي غير اعتيادي في السيمي فاينل الكان. النهائي قبل الاوان محسوم حاليا لمصر 2-0
يحمل ممكن الطربوش او القبعه الاوروبيه. برافو الاتحاد المصري اللي راهن على شحاته، وممتاز حسن اللي كان في مستوى المسؤوليه والثقه. الفريق المصري عن طريق زيدان كره خطيره، يمشي عبد الشافي ويسجل الهدف الثالث. الهدف الثالث من البديل الجديد من عبد الشافي. 3-0 للمنتخب المصري عن طريق عبد الشافي. اذا يسجل ابن زيزو طريق عبد الشافي. زيدان المان اوف ذا ماتش، ما فيش اوفسايد، خرج من زاويه مستحيله، حلوا الثغره الشوشي، ضرب الكره اللعب عبدون يلف، عبدون يمرر، عبدون كرة تمهد إلى المصريين. 3 دقائق انتهوا، آخر الثواني من أجل الرابع. يتقدم زيدان، يمشي زيدان، هي خطيرة، الكرة الأخيرة، الكرة الأخيرة، 1-2 وكرة والرابع عن طريق جادو يسجل الرابع. جادو رابع أهدافه في الثاني، جاء الهدف الثالث ويجي الآن الهدف الرابع عن طريق زعيم الثغر، عن طريق سيد درويش كرة المصريين. جادو يسجل رابع أهدافه ويصبح البيست جوليادور الهداف من 32 إقصاء. إذا بالطبع هذه البداية ستكون إن شاء الله مع دخول الطاقم التحكيم لهذه المباراة وأعضاء الفريق المنتخبين وسط هذا التصفيق والحماس الكبير هنا في استاد القاهرة، في مواجهة كبيرة مشاهدينا الكرام يترقبها الكل. دائما مصدر خطورة. أبو تريكة إلى ميدو، هي بركات. أوه، ركلة جزاء للمنتخب المصري. نعم، لمسة يد واضحة كبيرة في أفضل معنوياته، هي أحمد حسن، هي جول. لا ماذا يقول إيبيني؟ يا ساتر يا إيبيني، يا سفيد إلى منطقة الجزاء. إذا إن شاء الله يكررها أحمد حسن. أحسن إن شاء الله أحمد حسن، هي جول. كلاكيت تاني مرة والهدف الأول. الله شوف أحمد حسن كلاكيت تاني مرة، حطها على شماله وسيلفا ديوارا إلى بوبا ديوف. تمشي الكورة عرضية خطيرة، يا ساتر، جول سنغالي حذرت منه. مامادو نيانج كبير في مباراة الماضية في الدور ربع النهائي أمام المنتخب الغيني، وهذه كوراته وهذه رصيته وهذه لعباته حتى حلوة الحقيقة على شمال أو على يسار عصام الحضري. 70 دقيقة وهذه الكرة عموما تذهب، تمشي لأبو تريكة عرضية وخطرة، جول. تريكة، زكي عمرو زكي يفعل، عمرو زكي، يا الله أبو تريكة والمعلم الكل يفرح له. يا على هذه الكرة، الله عمرو زكي في أول لمسة يصفر الكاميروني بينيه. مبروك لمصر 2-1، فوز صعب ولكن ثمين. وكان أظن نصف نهائي ما بين
غانا وغينيا الاستوائيه في النسخه الماضيه. انطلقت المباراه على بركه الله، كل التوفيق لمنتخب مصر في هذا اللقاء ان شاء الله. والمغرب بيركز قوي على بص هتلاقوا دايما لاعب امام الحضري في هذه الكره، كره طبعا وراسيه لكن الحمد لله على طول يلعبها رومان سايس امامنا هنا في اللقطه الماضيه اللي سجل في مرمى توجو بالراسيه. شوف امامنا الاعاده بينوعوا، كنا بنتكلم بيلعبوا دايما الركنيات على القائم البعيد، وادي مروان لمس وكمل فيها. لعب ايضا في ساندرلاند شوط اول انتهى بالتعادل السلبي هنا في ملعب بورجانتي ما بين مصر والمغرب في لقاء ربع النهائي الاخير المؤهل لنصف النهائي. انتظار منتخب بوركينا الفائز في هذه المباراه، تعادل سلبي ليس بالشوط الاول من الفرص الكثيره. 2016 في مواجهه مع هيكتور كوبر مع المنتخب المصري من عام 2015. ادي امامنا هنا الشوط الثاني انطلق، على يميننا المنتخب المصري وعلى شمالنا منتخب المغرب. اتمنى ان شاء الله في هذه الكره. ادي امامنا كره لمنتخبنا المصري، جهد كبير من جانب الفريقين. عبد الله السعيد على القائم الاول، هي يا كهرباء، محمود كهرباء بيعمل ايه؟ بص شوف كهرباء، ادي الكره بتاعت عبد الله السعيد وادي الاولانيه ورجعت له الثانيه ووسط الحصار، يضحك على احمدي ويضحك على منير كشوي براسيه اولا تاتي في كوكا ثم تعود الى كهرباء. يا كهرباء دلعهم يا كهرباء، حطها يا كهرباء، سجل يا كهرباء، فرح مصر يا كهرباء. هي دي الكوره، هي دي البطوله، هو ده المنتخب المصري. احنا مصر في هذه الكره. ده الاصرار المصري، عنوانه محمود كهرباء. بص شوف كهرباء بيعمل ايه، يا ولد للصبح. كهرباء واحد. الكرات اللي امامنا فيصل فاجر ومبارك بصوفه وعصام الحضري في هذه اللحظات التاريخيه، نجم اللقاء عصام. وادي الكره ملعوبه ومرت بامان، مرت بسلام، الكره الى خارج الملعب، مصر الى نصف النهائي. بص شوف مصر بتعمل ايه، عملها كهرباء وسجل اسمه بحروف من نور. تألق الحضري فكان الفوز مصري. هيكتور كوبر يصنع تاريخ لمصر، مصر الى الدور نصف النهائي. مصر تصل لملاقاة منتخب بوركينا في ليبرفيل ان شاء الله يوم ان شاء الله الاربعاء القادم يوم 1 فبراير. في الجانب الاخر منتخب الكاميرون مع منتخب غانا. الكل اللي في اوغندا اللي جه في الدقيقه 6 باذن الله. وهنا حوار بيكلم قلب الدفاع بيقول له يا فرناند مفيش داعي للكلام ده على الاطلاق. داخل محمد صلاح بشماله والعرضيه وهي بقى هوبا، لكن اتقرت ولسه وهوبا في السماء. فكره حلوه جدا جدا. الكل دخل لجوه وطارق حامد وقف لبره. اتعملت من محمد صلاح ارضيه في اتجاه طارق حامد. انا في رايي لو كانت قويه شويه كان ممكن برننجر اطواع ما يلحقهاش، لكن اتعمل حلوه، فكره جميله وعبقريه، لكن كان لازم تبقى اقوى وطارق حامد يقطع شويه. كانت للنني الاول. وشايف احمد فتحي واقف، مش حاجات فتحي دي، عمال يوجه طبعا باريل موكو، وجديه رهيبه زي ما انتم شايفين كده. وداخل وهوبا وفي ايده حلوه عدت، لكن في ايد الحارس باريل موكو. صلاح عملها ملفوفه لكن راح لها الحقيقه وظبطها بشكل جيد جدا باريل موكو ويمسكها في المتناول. الكونغو تؤدي بالفم المليان جول، عدت الناس كلها وراحت هنا في اليمين حطها بمنتهى عايز يعدي من القلب وداخل ومعاه اتنين. حط جسمه برافو. نقله والتانيه توصل في اليمين النني مقفوله عليه، يسقطها عاليه تروح لصلاح. يلا صلاح الله يا بلادنا الله. في توقيت روعه الروعه الزبون ضرب لخمه ما فيهاش حاجه، سليمه جدا. ضرب لخمه واداها لنا الاخ بدله وحطها حلوه من فوق راسك يا باريل يا موكو. حلوه وجميله. يا عيني عليك يا صلاح. بقول لكم ايه، لا لو الثانيه برنس اونيانجي حطها لروماريك ايتو. اقفل حضري. حرام من نفس الطرف اللي المسؤوليه. لكن ادي الكوره اشتغل بادي الطرف اللي هناك اللي بتكلم عليه. بص جاي هناك فاضي
الطرف اللي اتكلمنا عليه، الطرف الشمال، الطرف الشمال بيجي لوحده خالص اهو، لوحده خالص خالص خالص. هي كانت بعيد عن الحضري عشان ما نظلموش في الكوره دي، بعيد عنه الحقيقه، بعيد عنه، ودخل الراجل الحقيقه حطها. لا حاجه يا اخي، حرام عليك، حرام عليك. عرضيه عاليه تتقطع مره ثانيه لحجازي، حجازي على اللي فوق، وهي ايه؟ ضربه جزاء، ضربه جزاء. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. والعزه للمصر وليك يا مصر. ايه ده؟ ايه مدفع؟ خلي بالك حجازي علقها حلو قوي، ودخل الغشيم، دخل الغشيم شاله، دخل الغشيم شاله. برناردو اطواه، الله ينور عليك يا اطواه، الله ينور. محمد صلاح، يا رب يا رب يا صلاح، محمد صلاح، محمد صلاح، وهوبا. الله 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 يا بلادنا، الله الله يا بلادنا، الله الله يا بلادنا، الله الله يا بلادنا، الله الله اكبر، الله اكبر ليك يا رب. الف حمد. طبعا مش هتكلم دلوقتي، لكن لازم كوبر يراجع كل اوراقه، لازم كوبر يراجع كل اوراقه. احنا باذن الله رايحين روسيا، وروسيا يعني ايه؟ روسيا يعني كلام غير الكلام، كلام غير الكلام يا كوبر، كلام غير الكلام يا كوبر. طبعا الحضري هينفجر، هينفجر. الحمد لله يا رب، يا ما انت كريم يا رب ورؤوف بالبلد، يا ما انت كريم يا رب وحاسس بقلوب المصريين، يا ما انت كريم يا رب. يلا يا رجاله، خلاص خلاص الماتش بينتهي ب5 دقايق. خلص كوباكابانا. اذا تنطلق المباراة. زيدان العرب يلعب مع كاكا البرازيل، كاكا العالمي يلعب مع زيدان الطامح بالعالمية. من سيظفر بمن؟ من صعب جدا. ريكاردو، ريكاردو كاكا، مش ممكن الهدف الاول، الهدف الاول فريق البرازيلي. كاكا بكامل السهولة يدخل ريكاردو ويسجل اولى اهداف المباراة. حذاري من هذا السيناريو اللي نبهنا له، حذاري من هذه الانطلاقة البرازيلية اللي تعطي ثقة وتشحن الصنبة، ولكن تخوفنا أكثر، تقلقنا أكثر، ترعبنا أكثر، وممكن تضيع تركيز. مش ممكن السيناريو الأسوأ. في 3-4 دقائق ريكاردو كاكا يحتفل بطريقة بوتريكا. وسع كورة، اضرب زيدان، اضرب زيدان، اضرب زيدان، اضرب زيدان، ولا اضرب على الطاولة بخبطة اليد. ممكن نسجل، ممكن نسجل، سجل، سجلت خلاص. 1-1 يا شريف، 1-1 لم تسجل انت الهدف. زيدان من بوتريكا. الحمد لله، لو في ثقة شوية ونقف على أرض ما فيش حاجة نخسرها، ما فيش حاجة نخسرها. هات لي الخط وهات لي الكلام، كل الكلام خلصته فيك يا بوتريكا. بوتريكا إيلانو، إيلانو في وسط الميدان يلعب الكرة. إيلانو في أول ربع ساعة نتيجة 1-1. تتهيأ كرة خطيرة، مش ممكن الهدف الثاني. لا هذه مش ممكن، مش ممكن الهدف الثاني عن طريق فابيانو، عن طريق لويس فابيانو. انك تتعادل بسرعه مع من؟ مع البرازيل اسياد العالم. هذا هدف، هذا هدف من اكلوش حتى في الحواري، سامحوني، هذا من اكلوش. الهدف مش ممكن، مش ممكن هدف بهذه الطريقه، مش ممكن. عند تكون الاهداف البرازيليه بهذه الطريقه، اذا هدف لهدف ثم هدفين لهدف. مصر 40%، برازيل والحضري المصري يمنع ريكاردو كاكا من ثالث الاهداف. اذا ممكن نقول الان المنتخب المصري يلعب بشكل جيد في اداء مقبول. استمد هذه الملاحظات والاستنتاجات من خلال الارقام. ليك لانو يمشي، لانو يضرب كرة خطيرة. شوف الخطأ الجديد في الدفاع، شوف التمركز يا حازم. مش ممكن، مش ممكن. هنا نتابع على المباراة من كابينة التعليق. تسديدات للمنتخب البرازيلي منها 5 في المرمى بالراس، والهدف الثالث، الهدف الثالث للمنتخب البرازيلي. مش ممكن على هذه الأخطاء الدفاعية الغير معقولة. اللاعب جوان، اللاعب جوان اللي من 30 ثانية نبهتكم، اللاعب جوان اللي من 30 ثانية نبهتكم. مش ممكن، مش ممكن. الهدف الثالث للمنتخب البرازيلي. هنا قوة المنتخبات العالمية ما يسمحش، ما يرحمش. كرة بالراس، شوف الكرة الراسية جوان، التغطية الدفاعية معدومة، المحاصرة موجود غير موجودة. تسري كرة للثاني، ضغط، جول، جول، الله
بلو فونتين. شوف الكورة مروحة، شوف الكورة محلاها، شوف مصر تعطي درس السامبا. والرابع من كاكا رغم محاولة الحضري كان ممكن يوقف كاكا. نعم أنا برازيلي على الدوام، لكن ليس اليوم يا سيليستاو، ليس هذا الفوز الذي تفتخر به يا كاكا. ونعاود ونقول البينالتي صحيحة. امشي قدام عبد الملك، اوه الله، الرابع لم يأتي، لكن العرض المصري أتى. ليس عرض كلاوديا شيفير وليس ابداعات الباتشينو، انت ابداعات المصريين والنقاط الكونفدريشن 2009. اذا هاردك للمنتخب المصري، او نقول مبروك للمنتخب المصري في معنى الثاني. هذا الاداء الكبير، هذا الاداء المشرف، هذا الاداء التاريخي. والخميس القادم موعدنا ايطاليا. دائما نبقى فير بلاي. ضربة البداية مع الأتزوري طبعا في هذه اللحظات الأولى هنا في جوهانسبورغ. تمشي الكرة من هناك زامبروتا في متابعة وراء جوزيبي حذاري من جوزيبي، يسدد الحظر. الله يا حضري، الله يا حضري، تسلم ايدك يا حضري، تسلم ايدك يا حضري. طبعا التسديدات دي شفناها في مباراة ايطاليا وامريكا، وكان في تحذير للجهاز الفني عليها. رصي حذاري من الكرة المرفوعة ممتازة، تمشي لسيد، سيد جول. تمشي خطرة لكن اوفسايد، يا 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 يا. ان شاء الله في الكرة القادمة خيرها في غيرها ان شاء الله، خيرها في غيرها ان شاء الله. تريكا، ابو تريكا الى زيزو، تعود يا حسني سدد. يا 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 لا تكذب يا قلبي، لا تكذب. الأخيرة من زمن شوط المباراة الأول. كرة كول. الله صوتي راح. الله يا قلبي، الله يا قلبي، الله عليك يا حمص، الله عليك يا حمص، الله عليك يا حمص، الله عليك يا مصر، يا مصر يا ام الدنيا، يا مصر يا ام الدنيا يا مصر. الله يا ماجيكو، ليه كده كاتوزو؟ فاول كاتوزو. هذا الماجيكو، هذا السنيور يا ساتر. ويلعب بيرلو، برافو حضري، تمر الى خارج الملعب. الحمد لله، كرة خطيرة من بيرلو. يا شوف زميل شريف عبد القادر، شوف طبعا تيموني بيبي عرضية ولوكاتوني. يا كوينتا خطير. الله يا حضري، الله عليك يا حضري، الله وتسلم ايديك يا حضري، ورب تريكا. يلا يا ابو تريكا، ماجيكو. فرح هذه الجماهير الرائعة، ابطال العالم في مأزق. وهذه الكرة من هناك بيرلو. برافو، الله عليك يا حضري. هذا حضري يا كوينتا، هذا الحضري يا طليان، ابن مصر. شوف ان شاء الله مصر تكسب اليوم.